عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواننا جميعا على قناتكم كشف الكنوز. حياكم الله جميعا إخواننا الكرام. نتحدث في هذا الفيديو عن توضيح عن فيديو سابق عن الفرق بين الدفين القديم والحديث. حكينا عن الدارات الكهرومغناطية، حكينا عن الهالة التي هي بالنسبة للدفين القديم اللي بتتكون على مرور الزمن بفعل الجو مع الأرض، كيميائيا فيزيائيا، أسباب كثيرة إخواني الكرام. وبين الدفين اللي صار له جمعة شهر شهرين ما راح يكون هالهالة العجيبة في الأرض، الهالة التي إشارتها راح تكون إخواني الكرام ليست إشارة لا واحدة ولا اثنتين. طبعا كلما كان قديم أكثر راح يتكون عنا هالة أكبر، هذا موضوع مجرب. طبعا أنا بنيت هذه إخواني الكرام الأشياء اللي بنقولكم إياها دائما عن تجارب وتجربة مؤكدة بأكثر من موقع، يعني لم نجربها مرة ولا مرتين. حدثت معنا خاصة عن الذهب، يعني خاصة أتكلم عن الذهب إشارته كتير صعبة، إشارته غير المعادن اللي ممكن تكتشفها بكل سهولة، خاصة في البحث الاستشعاري. نتكلم عن معدن الذهب القديم ولو كان معه نحاس أو كان معه أشياء أخرى. فلذلك بعض الأخوة ممكن ما استوعبوا النقطة الهامة في الموضوع، أو ممكن كان يجرى معهم بخلاف هذا الشيء. أخي الكريم، حينما تتدرب أنت في حديقة المنزل في أرض، تدرب على موضوع أنه أكشف على الذهب، فتدفن ساعة ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، يختلف اختلاف كلي فيزيائيا كيميائيا بوجود الدفين القديم. كل شيء يختلف، يعني يختلف جدا. أتكلم معكم عن تجربة إخواني الكرام. فلذلك كما تلاحظون إذا كان الدفين جديد لاحظين الخطوط الدائرية، وهي الدارات للهالة الكهرومغناطية اللي بتنبنى حول هذا الدفين. هلا إذا كان هنا خلينا نقول إنه هو مركز الدفين، تمام؟ لاحظين إخواني الكرام؟ تمام. هلا إذا الدفين صار له شهر شهرين 3 شهور راح يبنى عنا خط واحد فقط إخواني، نحن بنسميه جدار الهالة الخارجي الفصل لهذا الدفين. انتبهتوا معي؟ واضح إن شاء الله؟ تمام. إن الدفين الحديث اللي ما صار له زمان راح يبني عنا خط هالة واحد، وإذا تقدم في الزمن سنة مثلا ممكن يرجع يبني هالة خارجية، غلاف نحن نسميه غلاف الهالة الخارجي. غلاف الهالة الخارجي إذا بتتذكروا أنا حكيت على التربيع إنه له في مربع أصغر في مربع أكبر. لا تحفروا في المربع حتى تحدد الهدف اللي داخل المربع، يعني لا تأخذ الإشارة من الغلاف. كثير أخوة بيخربطوا في هالموضوع وبيقعوا في هالمشكلة. أنا أردت بس أوضح حتى يكون شيء واضح إخواني أمامكم، يكون تصل الفكرة مشان ما يعني تقعوا في الأخطاء والتعب، ذهاب الوقت على الفاضي والجهد. نعم، قلنا هنا إذا اتفقنا مركز الهدف الدفين، تمام؟ هذا إذا حديث راح ينبنى عنا خط واحد، وأحيانا إذا تجاوز مدة معينة ممكن يبني خط ثاني. أما القديم إخواني الكرام، لاحظوا في القديم هالته كبيرة، يعني لها دارات مختلفة في المكان. طبعا أنا حطيت الخطوط إخواني الكرام، لاحظوا: 1 عم نحكي هلا عن الدفين القديم، 2 غلاف آخر، 3 إخواني، 4، وأحيانا نادرا يكون 5 بين كل هالة وهذا إخواني الكرام. هون نقدر نحط 10-20 متر حسب المكان، يعني إذا كان مكان جبلي هضبة مستوي على وجه الأرض، يعني أرض سابية مثلا مسطحة، كل هذا يختلف. يعني هلا إذا وادي جبلي ممكن يشكل عندك 5 الهالة تكون 5 أغلفة. هذه نحن نسميها الدارات. هذا ما قصدته في الفيديو اللي كان قبل فترة، يعني قريبة جدا، إذا بتتذكروا الفرق بين الدفين القديم، إشارة الدفين القديم والدفين الحديث. فهون هذه الهالة إخواني الكرام، تمام، راح يضرب عندك غلاف هالة واحد بفعل الدارات اللي تنتج عن الأرض بأحداث الجو، بأفاعيل كثيرة جيولوجية، منها جوية. فراح يتكون عندك
طبعا أتكلم عن حجم دفين معقول إخواني الكرام، لا أتكلم عن ليرة أو ليرتين، تمام، حتى يكونوا واضحين. يعني دفين يكون اسمه دفين يعني. فهون عندنا 1 2 3 إلى الغلاف اللي كان هو يحيط في الدفين نفسه، يتكون عنا 4 وكما قلنا أحيانا 5. هذه الهالة راح تضرب معك الإشارة إخواني الكرام على هذا الشكل، تمام. يعني حسب اتجاه الدفين ممكن يكون هذا الاتجاه هيك، ما في خلاف يعني، ممكن يكون هيك حسب الأرض وأنت اتجاهك. يعني هلا أنا اتجاهي يعني ظهري على الغرب وجهي على الشرق، وقلنا أولها الآن إنه هذه الجهة كثير أنا بحبها. ليش؟ لأنه الشرق دائما يكون أوضح شيء، بيعطيني يعني كثير أحيانا نحن الشرق بيكون عن يسارنا، وبكون احنا موضوع الحفر والكشف، فبيكون الدفين بجهة الشرق على اليسار، بيكون واضح يعني طبعا حسب الإشارة السيخ وكذا. فلذلك إخواني الكرام أنبه على دققوا في موضوع الاتجاهات ال4، يعني لازم تاخذ الإشارة من 4 اتجاهات، جنوب شمال شرق غرب، أكون متأكد من هذه الإشارة، ولا تاخذ بالهالة الخارجية. هذه الهالة تساعدنا إخواني في تحديد المعدن والمكان والتأكد منه، لأنه كما قلت إذا حديث ما راح ينتج عنا هذه الدارات والهالة الكبيرة. أحيانا هذه الخطوط كما تشاهدونها غلاف الهالة إخواني بين كل خط وخط قد يكون 50 متر إلى 20 متر إلى 10 أمتار، حسب طبعا تضاريس المكان اللي أنت عم تبحث فيه. أرجو أن نكون يعني وفقت بما الفكرة أوصلكم إياها كما هي. فانتبه حينما تأخذ الإشارة، مو شرط يكون الدفين راح توصل له، قد يكون أخذ إشارة لهالة خارجية، غلاف الخارجي. اتبعوا بهدوء بحيث تتصل الدارات مع بعضها من دارة إلى أخرى، توصل إلى الدفين القديم اللي فعلا هو قديم وحقيقي، ويعني تخرجه بشكل مؤكد وصحيح. أما إذا جيت أنا أخذت الإشارة من هون وظنيت أنه أنا في شيء هون، طبعا أتكلم أنا هون يعني خططت مشان أقرب الفكرة، لكن هون بين كل دارة يعني هالة وهالة راح يكون 10-20 متر، يعني ليس قريب هكذا هو بالفعل، تمام إخواني الكرام. يعني راح يكون بشكل مدى 50 متر 70 متر 100 متر المدى، أحيانا يكون 100 متر مدى الهالات أو 200 متر. يعني هنا كلما كان قديم إخواني الكرام كلما الهالة توسعت. يعني أعطيكم مثال بسيط مبسط، الشجرة، تمام، الشجرة إذا كسرناها راح تشوف دويرات، في منهم يحددوا الأعمار حسب هذه الدائرة، صحيح؟ حسب هذه الدائرة في منهم يحددوا عمر الشجرة وقدمها ويعني العمر لهذه الشجرة. كذلك إخواني موضوع الهالات موضوع يشبه هذه الفكرة تماما، لكن مختلفة يعني بأسباب جيولوجية بالأرض وجوي، يختلف كيميائيا يعني الترتيب، لكن أقرب الفكرة بهذا الشكل. هون المدى راح يكون عندنا كبير، وهذا راح يفيدنا بأخذ الإشارة شيئا فشيئا حتى نوصل إلى في البحث الاستشعاري إلى الدفين الحقيقي اللي هو مركزه هون الأساسي. إخواني الكرام لا تنسوا دعمنا باللايك، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد إن شاء الله ومفيد. لكم تحياتنا إخواني الكرام جميع، لا تنسوا دعمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالتوفيق للجميع.